وجودك في هذا الفيديو ليس صدفة، بل يد الله هي التي قادتك إليه في هذه اللحظة بالذات. إذا كنت تحب الله حقا فاعلم أنك الآن تمر باختبار حقيقي. يمكنك تجاهل هذا الفيديو، لكن لا تتفاجأ إذا بدأت حياتك تتغير للأسوأ بعد ذلك. الخروج قبل النهاية قد يغلق أمامك أبواب الحب والرزق، وقد تشعر بضيق لا تفسير له. الإشارات الإلهية لا ترسل عبثا، فابقى حتى النهاية، لأن هناك رسالة تنتظرك، رسالة كانت روحك تتوق لسماعها منذ زمن. اضغط على صورتي الآن واجعل القلب أحمر لتظهر نيتك الصافية وتكون مستعدا للتلقي. هناك شخص لا يزال يحتفظ بك في قلبه. كل ليلة يغلق عينيه ويفكر فيك، يتذكر ابتسامتك، كلماتك، طريقتك. يحاول النسيان لكنه يفشل في كل مرة. يخاف الاقتراب فيخسرك، ويخشى البوح بحبه فتنهار العلاقة. لكن ما لا تعلمه هو أن هذا الشخص يذكرك في أعمق صلواته، يشعر بك رغم المسافات، وكل إحساس وصلك منه لم يكن صدفة، بل كانت إشارات من السماء. هذا هو سر اتصال الأرواح، عندما يربط الله بين قلبين لحكمة لا يعلمها إلا هو. وهذه اللحظة هي علامة جديدة وصلت إليك لتتأكد أن ما بينكما لم يمحى من السماء. مشاعرك حية ومتصلة بخطة إلهية لم تغلق بعد. افتح الآن قائمة جهات الاتصال في هاتفك وانظر إلى أول 5 أسماء. إذا كان اسمه بينها فهذه ليست مصادفة، بل رسالة مباشرة من الله إليك. وخلال 24 ساعة القادمة سيصلك شيء منه، ربما رسالة، حلم أو إحساس يهز قلبك. وعندما يحدث ذلك عد إلى هذا الفيديو وشاركنا ما حدث معك. وإذا كنت تؤمن بأن الأرواح تتواصل فاكتب في التعليقات 3 3 3. إذا تجاهلت هذه الرسالة قد تفقد شيئا ثمينا كتب لك من الله. تذكر، الله لا يرسل إشارات عبثا. إذا كنت تحبه بصدق استمع، وثق، وابق حتى النهاية، لأن رسائل الله لا تأتي كل يوم. هلأ إذا كنت تحب الله فهذه رسالته لك. وإذا قلبك حي ولسه يؤمن فإياك تطلع من الفيديو قبل ما تسمع كل كلمة، لأنها مش صدفة، هذه لحظة ربانية. واللي يطلع قبل ما تكتمل الرسالة يمكن يضيع علامة كانت مكتوبة له من السماء. اضغط على بلس عند صورتي الآن وخلي القلب يصير أحمر عشان النية تكون صافية وعشان الرسالة توصلك كاملة. ويمكن يكون هالضغط سبب في استجابة دعوة بقلبك. في شخص قلبه لسه متمسك فيك، كل ليله يذكرك، يشوف صورك، يتأمل رسائلك كأنك لسه ساكن فيه. هو ما قدر ينساك، كل مرة حاول يرجع أضعف أمام حبك، بس خايف لو قرب يخسرك، خايف لو قال يحبك تنكسر العلاقة. واللي ما تعرفه هو يدعي لك، يسجد ويدعي باسمك، يحس فيك حتى من بعيد. وكل إشارة توصلك منه كانت بتقدير من الله، مش وهم، مش خيال. هذا هو التواصل بين الأرواح اللي الله يختارها لبعض. واليوم الله أرسل لك هذه العلامة عشان تعرف إن بينكم شيء لسه ما انتهى، وإن اللي بالقلب حي ومربوط بالسماء. افتح جوالك، شوف أول 5 أسماء في جهات الاتصال. إذا لقيت اسمه لا تتجاهل، هذه مش لعبة، هذه رسالة من ربك ووصلتك لأنه قلبك لسه قادر يسمع النداء. وخلال 24 ساعة راح توصلك علامة منه، رسالة، حلم، إحساس قوي، الله أعلم. بس لما يصير تعال لهذا الفيديو واكتب لي شو صار. ولو تؤمن أن الأرواح تتواصل اكتب 3 3 3 تحت. وإذا تجاهلت يمكن تكون فوتت شيء كاتبها الله لك. تذكر، الله لا يرسل شيء عبث. وإذا كنت تحبه فعلا اثبت، اسمع، وصدق، لأن الرسائل من الله ما تجي كل يوم. هل تعتقد أن رؤيتك لهذا الفيديو كانت مصادفة؟ لا، بل هي دعوة إلهية وصلت إليك الآن. وإذا غادرت قبل أن تستمع للنهاية فقد تحرم من إشارة خصصت لك وحدك. ابقى، لأنك على وشك سماع ما يمكن أن يغير حياتك. الله أوحى لي برسالة، وهذه الكلمات ليست لي وحدي، بل أرسلت لقلبك، فيها أسرار عن الحب والرزق والطاقة التي تجذب إليك كل ما تمنيت. هناك شخص لا يزال قلبه ينبض باسمك، يحاول إخفاء مشاعره لكنه لا يقدر. كل ليلة يفكر فيك، يرى وجهك في أحلامه ويتمنى أن تعود. هو يدعو باسمك، يتألم بصمت، وكل ما شعرت به مؤخرا لم يكن خيالا بل طاقة متبادلة. الله جمع الأرواح، والروح لا تنسى من أحببت. اليوم أرسل الله إليك هذا الفيديو لتفهم أن الروابط لم تنقطع، وأن شيئا مقدسا لا يزال حيا بينكما. افتح هاتفك وانظر إلى أول 5 أسماء في قائمة الاتصال. إذا كان اسمه بينهم فهذه علامة واضحة. خلال 24 ساعة القادمة ستصلك رسالة، حلم، إحساس غير مفسر.
وعندما يحدث عد إلى هنا وأخبرني. ولا تنسى إذا شعرت بهذه الكلمات اضغط على صورتي واجعل القلب أحمر لتفتح النية ويصل إليك النور، واكتب 333 في التعليقات، لأنك الآن دخلت الدائرة، والخروج منها دون الاستماع للنهاية قد يمنعك من البركة التي اقتربت منك. يديو لم يظهر لك عبثا، الله هو من أتى بك إليه الآن. إذا كنت تحب الله حقا فأنت الآن أمام اختبار. أنت ممنوع من تخطي هذا الفيديو. نعم يمكنك أن تغادر، لكن تذكر قد تفتح على نفسك أبوابا من البلاء. خروجك الآن قد يجلب لعنة على حياتك العاطفية، وقد يغلق أبواب الرزق ويجعل قلبك في ضيق دائم. الله لا يرسل الإشارات عبثا. ابقى حتى النهاية، لأن في آخر هذا المقطع ستسمع الرسالة التي انتظرتها روحك طويلا. اضغط على صورتي الآن، اجعل القلب أحمر لتكون نيتك خالصة ويصل إليك المعنى كاملا. هناك شخص لا يزال قلبه مليء بك، كل ليلة يغمض عينيه ويتذكرك، يتأمل صورك، يراجع كلماتك، وكأنك ما زلت تعيش بداخله. حاول أن ينساك، لكنه كل مرة يضعف أمام مشاعره. ما زال يخاف إن اقترب يخسرك، ويخاف إن عبر عن حبه تنهار العلاقة. ما لا تعلمه، هو يرفع يديه في الليل ويذكر اسمك في دعائه، يشعر بك حتى وإن كنتم بعيدين، وكل إحساس وصلك منه كان من الله، علامة وليس وهما. هذا ليس مجرد خيال، إنه ترابط الأرواح حين يربط الله بين قلبين لحكمة منه. واليوم هذه العلامة وصلت إليك من السماء لتدرك أن ما بينكما لم ينتهي بعد، وأن ما في قلبك ما زال حيا ومتصلا بأمر إلهي. افتح هاتفك الآن وانظر إلى أول 5 أسماء في جهات الاتصال. إذا وجدت اسمه هناك فلا تتجاهل، هذه ليست مصادفة بل رسالة من الله أرسلها إليك لأن قلبك ما زال يسمع. خلال 24 ساعة القادمة ستأتيك إشارة منه، قد تكون رسالة أو حلما أو إحساسا يهز قلبك. وعندما يحدث ذلك عد إلى هذا الفيديو واكتب لنا ما جرى معك. وإن كنت تؤمن أن الأرواح تتواصل فاكتب في التعليقات 333. أما إن تجاهلت هذه الرسالة فقد تخسر شيئا كتب لك بيد الله. تذكر الله لا يبعث برسالة عبثا، وإن كنت تحبه حقا فاستمع وصدق وثبت حتى النهاية، لأن رسائل الله لا تأتي كل يوم.